بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا إلهي ويا سيدي ويا سندي ويا مولاي، أسألك مسألة العبد الذليل، وأبتهل إليك ابتهال الخائف الوجل، من زلت لك رقبتك وخضع لك عنقه ورغب لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، وافتح علينا بفتوح العارفين بك يا الله. ونصلي ونسلم على من انشق له القمر وسبح في كفيه الحصى والحجر، سيدنا ومولانا محمد، قمر كل ليلة وشمس كل نهار. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، لقد تشرفت الأرض بظهوره واستضاء الكون بنوره. فتقول أمه آمنة، اسمع شوف أم النبي بتقول ايه بعد ما تصلي عليه. تقول السيدة آمنة أم النبي: لما حملت بمحمد كان يأتيني آت في كل ليلة ويقول: يا آمنة أتدري بمن حملت؟ أتدري بمن حملت؟ فتقول آمنة: لا. فيقول لها الهاتف: يا آمنة لقد حملت بسيد الدنيا والآخرة، فإذا وضعتيه فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أكرم الخلق، وعلى أتم الخلق، وعلى أطهر الخلق، وعلى شفيع الخلق، وعلى حبيب الحق، على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه المهديين الهداة. أما بعد، فيا عباد الله، سؤال يطرح نفسه بنفسه: ماذا يحدث للميت في قبره بعد موته؟ ماذا يحدث للميت في قبره بعد الموت؟ اولا، الميت كالنائم تماما. يعني ايه؟ يعني الميت اللي مات من 100 سنة او 1000 سنة او اكثر او اقل، لو انه بعث في قبره باذن ربه لقال: انا سايب الدنيا من ساعات، لسه من يوم او 2، ده انت بقالك 1000 سنة. والدليل على ذلك ما حكاه القرآن في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. والدليل على ذلك ما حدث لأهل الكهف في سورة الكهف.
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وتأمل إلى قدرة الله عز وجل، إلى قدرة القادر. الميت قعد 100 سنة 1000 سنة أكثر أو أقل، لو أذن الله ببعث من في القبور لقالوا تركنا الدنيا منذ ساعات أو منذ أيام. إذن مفيش وقت عند الأموات، مفيش وقت. الوقت المحسوس فيه صباح وفيه مساء وفيه ضحى وفيه ليل وفيه نهار عند الأحياء، لكن لا وقت عند الأموات أبدا. فهذا غيب. الحياة البرزخية عند الأموات غيب بالنسبة لنا. مات الميت، مات الميت ثم انتقل من الحياة الدنيا إلى حياة غيبية برزخية. الفترة التي يقضيها الميت في قبره ماذا يحدث له؟ أولا إذا انفض الناس عن الميت وأصبح وحيدا فريدا في قبره، حينئذ فإن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا ولوا وإذا انصرفوا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الميت أصبح في القبر وحيدا، ترك المال وترك الولد وترك الزوجة وترك الأصحاب وترك الدنيا بما فيها وبما عليها، ثم تركوه في قبره. حينئذ الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا ولوا وإذا انصرفوا عنه وهو في القبر. يسمع بحكمة وبإرادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بكيفية لا يعلمها إلا الله. يسأل الميت في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما النبي الذي بعث فيكم؟ إن كان من الصالحين ومن التائبين المنيبين وفقه الله رب العالمين للسؤال، فينطق بطلاقة ويقول: إن ربي الله، إن ربي الله، وإن ديني الإسلام، وإن الرجل الذي بعث فينا هو رسول الله محمد. إذن فينام نومة العروس في قبره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، كان من العاصين والعياذ بالله، أو كان من الأشقياء، لا يلومن إلا نفسه. أيضا سيسأل وسيحاسب وسيعاقب وهو في قبره. بل إن الضربة التي يتلقاها الميت في قبره قالوا بأنه يغوص في الأرض 70 خريفا. هذه الكيفية لا يعلمها إلا الخالق. فلو أن الأحياء جلسوا مع الميت في قبره ليل نهار ما حسوا بأي شيء على الإطلاق أبدا. فهذا غيب كأمر الروح تماما، والروح سر عظيم. الروح، ولذا قال أهل العلم: خلق الله عز وجل الأرواح بين الجمال والجلال وبين البهاء والحسن والضياء، فلو كشف عن الروح الست لسجد الكافر للروح لعظمها عند الله سبحانه وتعالى. طب الأجهزة
اللي بتشغل الانسان، الاجهزة اللي ايه السر اللي بيشغل الاجهزة دي؟ السمع، البصر، الاحساس، الحركة، ما يؤديه الانسان من حركات، من قيام ومن نوم ومن يقظة ومن حياة ومن زواج ومن انجاب. ما السر في ذلك؟ السر الذي يحرك هذه الاجهزة ويحرك الانسان في الروح، والروح غي، الروح غي اللي بيحرك الانسان انه يسعى ويتحرك ويفعل ما يشاء، الروح. والروح لا يعلم حقيقتها الا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذن هناك اسرار لا يعلمها الا الجبار في داخل الانسان. فتأمل وتدبر، تدبر ايها العبد، تدبر ايها الانسان في القبر وظلمته، في القبر ووحشته، ماذا يحدث وماذا يدور في القبر. ان حياة الانسان في القبر تدعو الى العجب والى الدهشة. هذا الانسان الجميل، هذا الانسان الوجيه، هذا الانسان الصنع المتغطرس، لو تأملت في حالته بعد موته بعدة ايام لاستوحشت من منظره بعد طول الانس منك به. تأمل الى اقرب الناس اليه بعد موته بعدة ايام، ماذا يحدث للميت في القبر؟ ماذا يحدث؟ لقد تبدل ولقد تغير الميت في قبره وتحلل. اذن ما الانسان وما حقيقة الانسان؟ قالوا ان الانسان روح وجسد. الانسان الجميل، الانسان العجيب، الانسان المدهش، الانسان الذي يتكلم باعلى صوته، هذا الانسان الذي يتعالى ويتفاخر ويتباغى ويصرخ من اعماق قلبه. تأمل الى حالته بعد موته بعدة ايام. اذا ما الانسان وما حقيقة الانسان؟ الهضبة، الانسان اللي قدامك ده ما حقيقته؟ قالوا ان الانسان روح وجسد. الانسان عبارة عن روح وجسد. الجسد حفنة من التراب، والروح سر ونفحة من الوهاب سبحانه وتعالى. تأمل في نفسك، في روحك، في جسدك، في هذه الاعضاء، ثم عليك ان تخر ساجدا بين يدي الله سبحانه جل في علاه، وان تشكر الله كثيرا على نعمه وعلى كرمه وعلى عطائك وعلى فضلك. وما بكم من نعمة فمن الله. ان حياة الانسان في القبر تدعو الى العجب. لذا هناك نعيم في القبر، وهناك جحيم في القبر، وهناك سؤال في القبر. حياة تسمى بالحياة البرزخية. وإن الدليل على ذلك ما أورده الحافظ السيوطي في كتابه الماتع شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور، أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي بالليل بالقرب من قليب بدر. من المدفون في قليب بدر أيها السادة؟ أبو جهل عليه اللعنة، وعتبة، وغيره من صناديد الكفر ومن زعماء الضلال. في يوم بدر ماتوا جميعا، وأمر النبي بحفرة واسعة تسمى بالقليب، قليب بدر، فدفنوا جميعا في هذه الحفرة. ووقف النبي
علشان تعرف ان الميت يسمع. لذا علمنا النبي اذا ذهبنا الى اهل المقابر ماذا نقول؟ نسلم عليهم بكاف الخطاب ونقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. بيسمعوا ولا ما بيسمعوش؟ بيسمعوا. هم يشعرون وهم يستأنسون بزيارة الأحياء. يعني انت عاوز تزور امك، تزور ابوك، تزور صديقك، يشعر بك الميت ويستأنس بك الميت ويفرح الميت بدعاء الحي. انت حينما تذهب الى المقابر وتدعو لأهل المقابر هم يردون عليك السلام وانت لا تسمع. الذي علمنا ذلك هو سيد الانام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. سيدنا عبد الله بن عمر كان يمشي بالقرب من قليب بدر، وإذ به في الثلث الأخير من الليل يرى أمرا عجيبا مفزعا، يرى وينظر فيلتفت فيجد أن رجلا اسود وجهه، وإذ بآخر يضربه بصوت وينادي هذا الرجل الذي قد اسود وجهه، وينادي بأعلى صوته ويقول يا عبد الله اسكني، يا عبد الله اسكني. ثم دخل إلى حفرة سوداء. قال فذهبت إلى رسول الله وصليت مع رسول الله الفجر، ثم بعد ذلك جلست مع رسول الله بعد الصلاة وقلت يا رسول الله حدث كذا وكذا ورأيت كذا وكذا عند القليب قليب بدر. فقال النبي أرأيته يا عبد الله؟ قلت نعم يا رسول الله، حتى نادى علي وقال اسقني يا عبد الله. قلت لا أدري. سيدنا عبد الله بن عمر قال والله لا أدري أهو يعرفني باسمي أم ناداني بدعاية العرب. قال يا عبد الله اسقني بعد أن خرج من حفرة واسعة سوداء. فقال النبي أرأيته يا عبد الله؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي فذاك عدو الله أبو جهل وهو في عذاب الله إلى يوم القيامة. إذن هذا دليل واضح على أن هناك نعيم في القبر وهناك جحيم في القبر، هناك عذاب في القبر. وكما علمنا النبي أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فلا بد لنا من رصيد من أعمال الخير ومن أفعال البر حتى تدوم لنا عند الله في القبور إن شاء الله. أنت عاوز القبر ينور عليك إن شاء الله، لابد أن تصلي بالليل والناس نيام. ثم استمع جيدا إلى هذا العطاء وإلى هذا الكرم والسخاء للصالحين من عباد الله. سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه كان عالما عابدا فقيها تقيا زاهدا ورعا. في ذات ليلة كان يجلس في المسجد. تأمل إلى مقامات الرجال عند الله سبحانه وتعالى، تدبر جيدا. سيدنا الحسن البصري كان قمحي اللون، البشرة بتاعته قمحي اللون، وهو يدرس في المسجد انطفأ المصباح فجأة. فلما انطفأ المصباح إذ بالتلاميذ وإذ بكل من يجلس في المسجد يتأمل ويصوب النظر إلى وجه الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. فماذا وجدوا أن وجهه كالقمر ليلة التمام. انطفأ المصباح، المصابيح انطفأت، وأخذوا ينظرون إلى وجهه فوجدوا أن وجهه كالبدر ليلة التمام. فقالوا يا إمام ما هذا النور وما هذا الضياء، ما هذا الجمال،
تأمل ماذا قال بعد أن توحد الله. قال: خلونا مع الله ليلا فبيض الله وجوهنا. خلونا مع الله ليلا فبيض الله وجوهنا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا أردت الفتح وإذا أردت الخير وإذا أردت التجلي من الله عز وجل فداوم على أفعال الخير، داوم على صلاة الجماعة في أوقاتها. حينما تموت وحينما تدخل في القبر تجد أن القبر هينا لينا طريا عليك في القبر. أختم مع حضراتكم بهذا الأمر الجلل الذي إن دل فإنما يدل على الحياة الكريمة البرزخية في القبور التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. احنا عاوزين القبور تنور إن شاء الله، والقبور هتنور على أصحابها بكثرة الصلاة والصيام والقيام. واحد من الصحابة يا اخوانا كان أعرج. كان ايه؟ كان أعرج. اسمه ايه؟ اسمه سيدنا عمرو بن الجموح، سيدنا ومولانا وتاج راسنا كمان. سيدنا عمرو بن الجموح كان أعرجا، يعني كان بيعرج، فأراد أن يخرج مع رسول الله، مع القائد الأعلى ومع القائد الأعظم. أعظم قائد على وجه الأرض رسول الله محمد، أعظم قائد. فخرج النبي في يوم بدر. سيدنا عمرو بن الجموح عاوز يطلع مع الجيش فمنعوه، قالوا إن بك عرجا. أولاده أغلقوا عليه الأبواب وتركوه في البيت فلم يستطع أن يخرج. فجاءت غزوة أحد، إمامها وقائدها رسول الله محمد. أراد سيدنا عمرو بن الجموح الأعرج، أراد أن يخرج في يوم أحد فمنعوه، فاستطاع أن يتسلق، استطاع أن يتسلق الجدران. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أراد أن يصعد الجدران واستطاع أن يصعد وأن يصل إلى الجيش الإسلامي وإلى القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مجاهدا في سبيل الله. فقال النبي لسيدنا عمرو بن الجموح: إن بك عرجا فارجع. فليس على الأعرج حرج، ارجع. اسمع ماذا قال للنبي، هتصلي عليه. عطر قلبك ولسانك بالصلاة على رسول الله. فماذا حدث؟ فسيدنا عمرو بن الجموح الأعرج رده النبي، قال: يا رسول الله، أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، ده أنا مش هوصل الجنة إلا بالعرجة دي. فوافق النبي وأبلى بلاء حسنا في يوم أحد حتى سقط شهيدا رضي الله عنه، فحملوه إلى رسول الله. ثم بعد ذلك استشهد واحد من الصحابة أيضا اسمه سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، والد سيدنا جابر بن عبد الله. اسمع ماذا قال النبي: ادفنوهما. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، شوف الرجال، الرجال من المؤمنين رجال. قال النبي: ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا متحابين متصافين في الدنيا. سيدنا عمرو بن الجموح الأعرج وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، فدفنا في قبر واحد. مرت الأيام، مرت الشهور، مرت السنين، فحدث نشأ، يعني فيه مية، وهذه المياه وصلت إلى القبور. فنادى المنادي: كل من كان له ميت
فليذهب الى قبر صاحبه ولينبش وليخرج الرفات. يعني عاوزين ينقلوا العظام او الرفات الى مكان اخر لان في نشع من المية. فاخرجوا سيدنا جابر بن عبد الله قال ففتحت قبر والدي سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. قال فتحسست على والدي لان والده كان استشهد في يوم احد اللي دفن مع سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. فماذا حدث؟ قال ففتحت القبر فتحسست فوجدت والدي هينا لينا طريا يتسنى كأنه قد دفن بالامس القريب، وشممت رائحة مسكية طيبة، وإن ذلك بعد 46 سنة. يعني بعد 46 سنة وجد والده في القبر. قال فوجدت بجواره زوج عمتي عمرو بن الجموح الأعرج رضي الله عنه وارضاه. وجدته هينا لينا طريا يتسنى، وأن رائحة المسك تفوح من جسده كأنه قد دفن بالأمس القريب. فهناك أسرار في داخل القبور لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فعلينا أيها السادة أن نتوب إلى الله وأن نستعد للموت في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل دقيقة تمر علينا. عم الحاج سعد الصاني عليه رحمة الله تغمده الله في واسع رحماته، من ميزات هذا الرجل كان بشوشا وكان مؤدبا وكان موقرا للصغير والكبير، لم يكن عبوسا في وجه احد، كان يحترم الصغير ويحترم الكبير. هذه الميزات قال عنها رسول الله محمد ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا. فاسأل الله في عليائه وفي عظمته وكبريائه ان يبصرنا بعيوبنا وان يتغمد عم الحاج سعد الصاني في واسع رحماته. اللهم انه قد نزل عندك وانت الكريم فعامله بفضلك لا بعدلك، عامله بفضلك لا بعدلك. اللهم احشره في زمرة الشهداء. اللهم انه قد شكى كثيرا من الألم والأوجاع والمرض، فاجعل ثواب ذلك في ميزان حسناته وفي صحائف أعماله. احشره في زمرة الشهداء. اللهم احشره في زمرة الشهداء وابعثه يوم القيامة مع الشهداء ومع إمام الأنبياء ومع جد الأتقياء ومع سيد السعداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ضاعف في حسناته وتجاوز عن سيئاته. شكر الله لكم لحسن استماعكم، وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فسبحان من ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة. تفرد بالعزة والجبروت في السماوات العالية سبحانه وتعالى. أصدر دستوره السماوي منذ بدء الخليقة إلى نهايتها وقال
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فسبحان من قضت محكمته الإلهية بقيادة رب البرية ألا معبود إلا الله ولا يقال لغيره يا الله. خلق السماوات وخلق الأراضين وأبدع في جمالهما فما أعظمه من إله. خلق الخلق كي يعبدوه وقضت حكمته بذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه. وأصلي وأسلم على النبي الفاتح لما أغلق. سلامي على بدر قد أتم فسلما وأخفى شعاع الشمس لما تبسما ولما تمشى في ظلمات الليل جلى له كل ما في الكون مظلما. سألت النوق التي آمنت به قالت شريفا في البرايا معظما. قلت لها يا نوق أين دياره؟ قالت نعم أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوق قصدي أزوره؟ قالت سافر لطيبة والحمى. قلت لها يا نوق ما اسمه؟ قالت محمدا شفيعا لمن صلى عليه وسلم. أدعو فضيلة القارئ الشيخ هيثم الدين نقيب قراء مركز مدينة فاقوس صاحب المدرسة الغارمة بالمقامات والروايات